طيب يا جدعان، بس ملخص بس اللي بيحصل. انت الماتش مش هيتعاد. تمام. ده اكيد مش هيتعاد. مهما كان انت عمال تقول لي مستندات ومش مستندات وبتاع. انا بقول لك والمصحف. مجلس ادارتك، انت كمشجع اهلاوي مجلس ادارتك بينيمك في العسل، وعايز يطلع نفسه اللي هو البتاع اللي مفيش منه. تمام. بس ده مش هيحصل. على الدغري مش هيحصل. تمام. ايا كان إيه اللي داير واللي انت بتقول اللي بيقوله لك اصلا مجلس ادارتك وبيشتغلك بيه. ده مش هيحصل. هو عايز يطلع ان هو انا اللي مفيش مني. تمام. واخدك انت كوسيله ضغط على الرأي العام. بس هو بيستخدمك انت كضغط، بس واخدك انت كده كأداة تضغط بيها على الرأي العام. وعمال يحفظكوا كلام بس ولجان وشغل عبط وخلاص. يا باشا، انت ماتش مش هيتلعب، والماتش والموضوع اتحسم خلاص وشكرا. بس رابطة الأندية متمسكة برأيها، اتحاد الكرة متمسك برأيه. اطلع بقى على الفيفا، اطلع اعمل بوليكا، اطلع اعمل اللي تعمله. انت كده كده منسحب. هتقول لي بقى لو يدراع ومش لو يدراع وبتاع، وانا والزمالك ضعيف ومش ضعيف. انت في كل الحالات انت مطلع الزمالك ضعيف. انت اكتر حد مستفيد تحكيميا. انت اكتر حد في الدوري المصري بيستفيد من الحكام. هتقول لي بيراميدز، هتقول لي بتنجان، هتقول لي بتاع. انت اكتر حد مستفيد من كل حاجه في الدوري المصري. انت عندك صلاحيات مش موجوده عند اي حد في الدوري المصري. بلف لك الدايره وباجي بواجهك بالحقيقه، وانت برضو مش عايز تفهم الكلمتين. بتلف الدايره برضو. وبيحصل نفس اللي بيحصل مع الزمالك. بيحصل معاك اهو دلوقتي. ودلوقتي جمهورك انت اللي بيقول لي انا اللي جامد، ده انا الاهلي، ده الاهلي دوله، الاهلي مش عارف ايه. يا باشا، على عيني وعلى راسي، الاهلي حلو والاهلي جميل والاهلي بتاع. بس انت مفيش حاجه برضو فوق القانون. اه انت احيانا كتير بتبقى فوق القانون وفوق كل حاجه. تمام. بس يا باشا، انت موقفك حاليا ضعيف. انت كنت واخد الموضوع في سكه وبترمي طعم لنادي الزمالك. ومجلس اداره الزمالك ما بلعهوش، ولا الجمهور بلعه. انت بتحط الزمالك، بس كنت بتحطه على اول السكه. وانت اللي كنت هتاخد السكسي في الاخر. هي دي الفكره. يا باشا، انت كمشجع بالله عليك فكر شويه بدماغك. عقلها لي بس، بالله عليك فكر. عشان انت متساق وسط شائعات كتير، وناس بتطلع تقول لك اخبار ملهاش اي 30 لازمه. سيبك بقى من قصه الحكام والانسحاب. دلوقتي انت بتمشي. قطيع كبير جدا من جمهور الاهلي متساق ورا شائعات عبيطه. انا بشوف فيديوهات قسما بالله بموت على نفسي من الضحك من اللي انا بشوفه. في نقطه تانية برضو عايز اتكلم معاك فيها. الاستاذ عادل القيعي بيطلع يقول لك كلام اساسا مش موجود والله. يا جدعان، يعني شو اعقل بس وبص انت بدماغك، ما تخليش حد يسوقك. انا عارف ان معظم الناس بتعتمد على الفيديوهات اللي هي بتشوفها من منشئ المحتوى. انت يا باشا ما تعتمدش لا على كلامي، ولا على كلام غيري، ولا على كلام اي حد. اعتمد يا باشا على رؤيتك انت للمشهد اللي انت شايفه قدامك. اقرا يا باشا الاخبار، اقرا التفاصيل بتاعت الاخبار. يا باشا، الصورة بتنزل بألف معنى وألف كلمة. ما على حسب أنا عايز أبينها لك أنت إزاي. اعتمد يا كبير على واحد بيديلك معلومة حقيقية. ما تتسقش ورا واحد بيعمل لك فيديو. بص محمد صبحي ضارب الولا ازاي بالبوكس في وشه وبتاع. طب ما تقرا انت، اتفرج على الماتش انت. طيب اتفرج على اللقطة دي فيديو، شوفها لايف كده، شوف ايه اللي حصل في اللقطة دي. انا ممكن اجيب لك الف صورة وصورة وصورة بتثبت حاجة شبه كده. اثبت لك اللي انا عايزه. ملخص كلامي يا باشا، ملخص كلامي. انا مش بهاجمك. انا مش عايز اهاجمك. انا ما انا يعني بحاول ابقى معاك فير.
تمام؟ انك انت اوصل لك معلومة حقيقية، بوصل لك حاجة حقيقية، بحاول احترم عقليتك قبل اي حاجة. انا مش باخد سكسي، انا كفارس انا مش باخد سكسي، مش انا ممكن سهل قوي ان انا اطلع اجيب لك فيديو واطلع اجيب لك صوره وبص الولا دخل في عمل فيه ايه وبتاع ومش عارف ايه، واشتغلك واكل عقلك بعقلك حلاوه وخلاص وشكرا. والحاجات دي يا باشا هي اللي بتجيب اليومين دول. ادخل على اي واحد كده، شوف اي حد دلوقتي من منشئ المحتوى بيعمل ايه، تمام؟ هتلاقيه وشوف الحقيقه. يعني هات الفيديو بتاعه دوت وشوف الحقيقه اساسا ايه اللي حصل فيها. انت نفسك هتتكسف من نفسك انك انت صدقت الشخصية دي. انا بحاول ابقى معاك فير وبحترم عقليتك وبجيب لك الحاجة وبقول لك الكلام اللي اتقال حقيقي من مسؤول. بس اتمنى تبقى انت واصله لك الكلمتين دول. ركز يا باشا في اللي بيقول لك المعلومة، ركز في اللي انت بتشوفه ده وهاته لايف. انت كمشجع اهلاوي ما تزعلش مني، ما تزعلش مني، انا اسف، او مشجع زملكاوي ما تعتمدش على حد بيقول لك ده حصل منه كذا وده حصل منه كذا وده حصل منه كذا، ويطلع واحد يقول لك ده بص مش عارف مين عمل ايه. ما تعتمدش على الكلام ده، حاول ما تعتمدش على الكلام ده خالص. انا بقول لك انا واحد بنشئ محتوى، بحاول اوصل لك معلومة، بحاول اكون معاك فير كده وبتكلم معاك اخوية، تمام؟ حاول يا باشا تشوف الكورة لايف. لو انت واحد محب للكورة ما تعتمدش على خبر وتروح تتساق ورا صفحة، تمام؟ ما تتساقش ورا الكلام دوت. حاول انت كمحب للكورة خدها كده فير كده، حاجة حلوة كده فريندلي كده، وتتفرج على الكورة، تمعن كده يا باشا في اللي بيحصل قدامك، اقرا يا باشا تفاصيل الاخبار. بس شكرا يا باشا على متابعتك. لو انت وصلت لهنا تدعمني بلايك لو عجبك الفيديو. سلام.